ليس كل من يحبك يحبك حقاً، فأحياناً نفتن بسطوع النرجسي، لا يرى فيك إلا مرآته، لا يرى قلبك بل انعكاسه فيه. الشخص النرجسي يتقن الخداع العاطفي، يمنحك الحب ليأخذ منك الطاقة، يمدحك حين يحتاجك ويسحقك حين تستقل. فكيف تتعامل معه دون أن تفقد نفسك؟ لا تبحث عن الحب منه، بل من ذاتك، لأنه لن يعطيك إلا ما يخدمه هو. ضع حدوداً واضحة ولا تخف من خسارته، فمن يخاف الخسارة يصبح عبداً للتلاعب. لا تشرح كثيراً، النرجسي لا يسمع ليفهم بل ليسيطر. تعامل معه ببرود داخلي، لا قسوة بل وعي. كن يقظاً لا منفعلاً. ابتعد حين تشعر أنك تختنق. النرجسي يغذيه ضعفك، لكن يهرب من قوتك الهادئة. والأهم، لا تحاول تغييره، فهو لا يريد أن يتغير بل أن تغيرك. تذكر دائماً أن نجاتك لا تكون بالانتقام، بل بأن تستعيد نفسك، طاقتك، نورك. فمن لا يراك وأنت حاضر لا يستحق أن تبحث عنه وأنت غائب. إذا وصل هذا المقطع إلى قلبك، لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد من رسائل الوعي والشفاء.